مرحبا بكم في أخبار كرة القدم في قناتنا كورة بات. أعلن الحارس الإسباني السابق دييغو لوبيز اعتزاله كرة القدم نهائياً بشكل رسمي عن عمر يناهز 48 عاماً بعد مسيرة طويلة دامت لعدة سنوات داخل ملاعب الساحرة المستديرة. وكان لوبيز واحداً من أبرز حراس المرمى الذي تولوا حراسة العديد من الفرق الكبيرة في أوروبا، يأتي على رأسها ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي. وفي رسالة نشرها لاعب ريال مدريد السابق عبر حسابه الرسمي، أعلن دييغو لوبيز عن تعليق قفازاته واعتزال كرة القدم بشكل نهائي عن عمر يناهز 48 عاماً. تدرس الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا تقديم طلباً رسمياً إلى الاتحاد الآسيوي لتأجيل مباريات ذهاب دور ال16 بالبطولة. ومن المنتظر إقامة مباريات ذهاب دور ال16 ببطولة دوري أبطال آسيا خلال أيام 12 و13 و14 فبراير المقبل، وذلك بعد يوم أو يومين فقط من نهائي بطولة كأس إفريقيا المنتظر في 11 فبراير، بينما سيقام نهائي كأس آسيا في 10 فبراير. وتخشى الأندية المشاركة في دور ال16 ببطولة دوري أبطال آسيا من غياب لاعبيها الدوليين عن المشاركة نظير تواجدهم مع منتخبات بلادهم في البطولات القارية، ولذلك هناك اتجاه لطلب تأجيل مباريات دور ال16. ووفقاً لصحيفة الرياضية السعودية، فإن هناك محاولات من بعض الأندية لتأجيل مباريات ذهاب دور ال16 في الوقت الذي سيعلن فيه الاتحاد الآسيوي عن التعديلات الجديدة بعد دراسة الجدولة. يواجه فريق النصر السعودي أزمة كبرى قبل مواجهة الفيحاء في مرحلة دور ال16 ببطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2023-2024. وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا عن مواجهة سعودية خالصة في دور ال16 بين النصر ضد الفيحاء في قمة صعبة على كلا الفريقين، بالرغم من حالة التفاؤل الكبيرة داخل النصر بعبور هذه المرحلة والتأهل لربع النهائي. وتقام مباراة الذهاب بين النصر ضد الفيحاء أحد أيام 12 أو 13 فبراير 2024، على أن تقام مباراة العودة أحد أيام 19 أو 20 فبراير 2025، وكلا المباراتين ستقام في المملكة العربية السعودية. ويترقب العالمي مصير لاعبيه المحترفين خلال مشاركتهم الدولية مع منتخبات بلادهم، سواء في بطولة كأس إفريقيا أو في بطولة كأس آسيا. النصر مهدد بغياب الدوليين أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا. هناك شكوك حول غياب ساديو ماني قائد منتخب السنغال عن مباراة النصر ضد الفيحاء في ذهاب دوري أبطال آسيا، وذلك في حالة تأهل منتخب السنغال للمباراة النهائية، علماً بأن نهائي بطولة كأس إفريقيا 11 فبراير المقبل، بينما ستكون مواجهة الذهاب في دور ال16 بعدها بيوم أو 2 فقط. وستكون حالة سيكو فوفانا لاعب وسط منتخب كوت ديفوار متشابه مع ساديو ماني، ففي حالة وصول منتخب كوت ديفوار للمباراة النهائية بكأس إفريقيا سيغيب عن مواجهة الفيحاء في ذهاب دور ال16 في آسيا. كذلك الأمر يرتبط عدد كبير من لاعبي الفريق مع منتخب السعودية المشارك في بطولة كأس آسيا، وقد يفقد النصر عناصره المحلية مع منتخب السعودية في حالة تأهل الأخضر السعودي للمباراة النهائية في البطولة الآسيوية. ولذلك في حالة وصول منتخب السعودية للمباراة النهائية في بطولة كأس آسيا، قد يفقد الفريق خدمات كل من نواف العقيدي، عبد الإله العمري، سلطان الغنام، عبد الله الخبري، عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، محمد مران، خالد الغنام، وجميعهم أسماء مرشحة بقوة للتواجد في قائمة المنتخب النهائية، والتي من المنتظر الإعلان عنها من جانب المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.